السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن دلوقتي في ناس ما تعرفش القضية بتاعت طفل البحيرة. مش عايزين نقول أسماء يا جماعة، لأن كمان أولية الأمر يعني أهل الطفل بيقول يا جماعة مش عايزين صور، وأنا بقول كمان مش عايزين أسماء. الآن دلوقتي في ناس ما تعرفش القضية، فإحنا لازم نقولها علشان خاطر الكل يخلي باله من الحتة دي زي دي. هي الفكرة إن الطفل المفروض يدخل الحمام. امه بتقول له يلا يا حبيبي ادخل الحمام. لها خايف ادخل الحمام يا ماما ليه؟ اصل بيوجعني. الحمام بيوجعني وكده. ليه يا حبيبي؟ اصل عمه كان بيوجعني. يعني ايه عمه بيوجعني؟ فبدات تفهم كده وبرقت. مين عمه اللي بيوجعك يا حبيبي؟ عمه يا ماما اللي بيوجعني، اللي في المدرسه وبياخدني الحمام وبيوجعني. اتجننت. لا احكي لي. بدات واحده واحده كده وتطمنه. ما انا مش هينفع احكي لك يا ماما، لانه لو انا حكيت لك هيعمل معاكوا زي ما بيعمل معايا، وهو قال لي انا هوجع بابا وماما لو انت قلت لهم، فانا مش هينفع، انا خايف عليكم. الام اتهبلت بالتدريج، واحده واحده عرفت كل حاجه، عرفت اللي هو في حد اعتدى عليه. وبعدين بتقول له مين بقى الواد ده؟ قالت له ده مش واد يا ماما، ده راجل كبير، ده اكبر من جده. اكبر من جده. طلعت بقى على الجروب بتاع المدرسه، قعدت تدور مين. وصلت اشاور عليه في الصور، عرفت اللي هو واحد فوق ال70 سنه، راجل كبير يعني، ومحاسب تقريبا اداري في المدرسه. وبعدين من ضمن الصور الجروب العامله، دي العامله دي الناني اللي كانت بتوديني له كل مره، وكان بيدي لها فلوس يا ماما. فالام طبعا اتجننت واتهبلت، بس عايزه تتاكد، فخدت الطفل على طول للطبيب. الطبيب كشف على الولد، لقى الولد فعلا اعتدى عليه في اعتداء فعلا على الولد. والولد تعبان جدا ومتبهدل جدا فعلا. فطبعا اتجننت، كلمت والده. والده قطع الاجازه، قطع السفر بتاعه ونزل لابنه. وطبعا راحوا لمديريه المدرسه. اولا مديريه المدرسه شبه طردتهم. ما فيش الكلام ده، ابنكم غير متزن نفسيا، يعني ابنكم مجنون، 5 سنين ومجنون الطفل. طلعوا على مركز الشرطه يعملوا محضر. طبعا المحضر امتى الكلام ده؟ من فتره. طيب عدى فتره على الموضوع ده، فمش هينفع نعمل محضر. وكمان الطفل صعب اللي هو هيتعرف على المجني عليه، فمش هينفع. طبعا الام طلعت، يعني حق ابننا كده راح، طلعت على النيابه بعدها، خبطت على النيابه، عملوا لها محضر فعلا في النيابه، واستمعوا لاقوال الطفل واقوال الام، وجابوا المتهم الحيوان القذر ده، استدعوه واستجوبوه. وطبعا هو انكر ورفض كل حاجه، واخلوا سبيله. والقضيه اتحفظت. يعني اتحفظت يعني اترفضت، ما تحولتش محكمه. الام انهارت جدا والاب انهار. طبعا حاجه مرعبه اصلا، يعني اسوأ كوابيس اي واحده اللي هي تسمع ان في طفل اعتدى عليه وهي ما تعرفش الطفل. ما بالك بقى لو الطفل ده ابنها او حد هي تعرفه؟ شوف بقى الكابوس عامل ازاي. طلعت على المحافظ. طلعت المحافظ سيدة محترمة وكويسة، وأكيد هتنصرنا وهتعيد القضية أو هتوصي القضية ترجع للتحقيق تاني. راح له المحافظ، نفس الحكاية، يبقى الحال كما هو عليه. ولو في قضية احنا ممكن ودي نحلها ودي وكلام من ده، وبلاش القانون وبلاش المحاكم، حاجات زي من هذا القبيل يعني. رفضت. وطبعا المدرسه رفضت. طب هتعمل ايه؟ قعدت تخبط على كل الابواب علشان تجيب حق ابنها، مش عارفه توصل لحاجه، لعند ما حد قال لها. وطبعا معاها محامي اسمه عصام مهنا. اتضح بعد كده اللي هو ليه علاقه بالمجني عليه ومديره المدرسه، وبيروحوا بقى يهنوا بعض في الاعياد وحاجات زي كده، يعني في معرفه يعني. علشان كده القضيه قعدت سنه ما حدش سمع عنها حاجه، وفيها تحفظ كل شويه. لعند ما راحت فين؟ راحت النائب العام في القاهره. فضلت يوم واتنين عند ما خدت ميعاد، وراحت قابلته وحكت له القصه كلها، وقالت له انا بطالب سماع اقوال ابني، سماع اقوال العامله، سماع اقوال المتهم القذر ده، سماع اقوال اولياء امور 3 اطفال كانوا موجودين في المدرسه، حصل معاهم نفس اللي حصل لابني. يعني في شهود اولياء امور اطفال موجودين في المدرسه، يعني الموضوع ده حصل 3 مرات تانيين، وما خفي كان اعظم. ده اللي قدروا يتكلموا ويقابلوا ويقولوا احنا حصل مع ابننا زي ما حصل مع ابنك. في ناس كتير بقى هتخاف تتكلم. بالفعل فتح القضيه تاني، وفعلا سمع اقوال المتهمه
اللي هي العامله، قالت ده كان بيديله حقنه والحقنه وجعته، وانا قلت له مش هيعمل كده تاني. المتهم انكر، قال ده انا كنت بديله حقنه ما فيش حاجه حصل، ما حصلش اي حاجه من اللي بيقولوا عليها. اولياء امور الطلبه اللي كانوا في المدرسه شهدوا بالحق، حصل كده مع اولادهم فعلا، ولكن احنا مش عايزين نيجي في الصوره علشان سمعه ولادنا وكده، ومش عايزين ولادنا يبقى الكل يعرف عنهم حاجه يعني. بالفعل اتحولت المحكمه وقتها، والمحكمه حكمت ب 25 سنه. وفي الفتره ديت قبل ما تتحول لمحكمه، ناس كتير جدا راحوا يضغطوا على الاب والام عشان يتنازلوا، عرضوا عليهم فلوس وذهب وشقق واراضي، مغريات كتير، وضغط عليهم في حاجات كتير من المدرسه نفسها، اداره المدرسه نفسها، من المتهم واهله، من جهات اخرى مهمه مش عايزه الموضوع يتطرق لحاجات تانية صعبه. خايفين من المجتمع، ما المجتمع فاهم ان ده قذر وحيوان وتحت القانون لازم يتحاسب، مفيش اي مسمى تاني، فما تخافوش من حاجه. ده حيوان هتدافع عنه ليه عايزين تقفلوا القضيه ليه؟ خايفين من حاجه تانية مش هتحصل، لان حتى اهله، يعني في ناس معارفه واهله واصدقائه عارفين اللي هو حيوان فعايزينه يتعدم. فطبعا قال لك بس الراي العام، والدنيا انهارت والدنيا وقفت اول ما مرتضى منصور قال انا همسك القضيه. حتى المحامي بتاع الطفل اتضايق جدا، ليه؟ هو المتهم صاحبه، فمرتضى منصور هيبهدل الدنيا. فانت لو سالت المتهم عايز مرتضى منصور يترافع عن ضدك ولا عصام مهنا يترافع ضدك، هيقول لك هات لي 10 زي عصام مهنا يترافعوا ضدي، وما تجيبش الساعي اللي في مكتب مرتضى منصور يترافع ضدي. الساعي مش محامي، طبيعي كده المتهم واهله هيقولوا كده. فالقضيه على طول حكمت في اول جلسه ب 25 سنه على المتهم، ولسه هتنظر في 7 مايو اللي جاي باقي القضيه اللي هي على العامله اللي المفروض كمان تاخد لها 15 سنه ولا حاجه، والله المفروض اعدام، وعلى المدرسه وعلى مديريه المدرسه وعلى جهات كتير. مرتضى منصور بقى ما كانش هيخلي، كان هيرفع قواضي على كله، وبعد ما اتحكم عليه ب 25 سنه مرتضى منصور كان هيرفع على قواضي ثانيه. تمام. هما طبعا قال لك ايه، حتى المتهم والمحامي بتاعه قال لك خلاص مش مشكله اول حكم عشان الراي العام، في الاستئناف هنبقى نشوف، نحاول نخرجه في الاستئناف حتى لو في ادانه يبقى بعفو صحي. احنا طبعا كلنا بنطالب موضوع العفو الصحي ده نهائي ما يحصلش مع حاله قذره زي دي، ما يحصلش. والاستئناف يا ريت يترفض، نتمنى من الله الاستئناف يترفض علشان الاسباب بتاعته ما تكونش منطقيه. انا عارف اللي هو كلها شغل اوراق وقانون وكلام من ده، ولازم القانون يتعدل في المواقف اللي زي دي. لان امبارح برضه لقيت فيه عيل 15 سنه استدرج واحد صاحبه وقتله وقطعه، والله العظيم. وهيتحكم ايه، هيتحول احداث يعني 2 3 وهيخرج، يبقى قاتل واحد ومقطعه و2 3 وهيخرج. فلازم في حاجات لازم تتغير، لان احنا اللي بنعمل القوانين، اللي تنفع المجتمع، والقوانين دي اتعملت من سنين. احنا دلوقتي الوقت اتغير والمجتمع اتغير، ولازم يبقى فيه عقوبات رادعه. ليه؟ علشان عدم انتشار الفسق والفجور والمعاصي والفساد اللي بيحصل اللي احنا شايفينه في وسط مع كتير من الشباب دول. عيل يمشي لي بكلب، وما كانش فيه قانون قبل كده علشان خاطر اللي يمشي بكلب ولا يهدد الناس بكلب يعاقب، ما كانش فيه قانون، فاتعمل قانون. فاحنا برضو لازم نعدل القوانين علشان خاطر نحافظ على المجتمع من الظواهر اللي بتطلع جديده دي. احنا مجتمعنا ما كانش فيه حاجات التحرش بالاسلوب ده، ولا واحد يبقى عنده كام سنه ويبقى قذر بالطريقه دي. لازم يتعمل قوانين رادعه جدا علشان خاطر حق الاولاد دول. ويا جماعه ما حدش يزعل من المحامي بتاع اللي هو عصام مهنا ده، ما تزعلش، لان المجتمع المصري كله اعتبر القضيه دي قضيه ابنه، لان علشان خاطر يبقى العقاب رادع وما يحصلش لاولادهم حاجه تانية. فكل واحد بيتكلم وبيدافع عن الطفل ده كانه ابنه بالظبط، ولازم الكل يحط في اعتباره ان ده ابن المجتمع المصري والشعب المصري كله في جميع اطيافه وفي جميع الطوائف كلها. ومحدش يزعل من حاجه زي كده، الكل بيدافع عن قيم وعن طفل بريء، الله اعلم وحده هيخرج من الموقف ده ازاي وهيتعالج نفسيا ازاي. لان احنا كنا بنتكلم على متهم قذر ولا جاني وضيع، ولا محامي ممكن يكون عارف المتهم ومش عايز يجيب له اقصى عقوبات ولا عايز يقسى عليه، وناسيين الطفل ده هيعيش ازاي وهو عنده 5 سنين وحصل معاه حاجه زي كده. طفل خايف يدخل الحمام لا يحصل معاه حاجه وحشه، طفل خايف يتكلم لا يحصل مع باباه ومامته حاجه وحشه. ده ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟
دي حاجه مش سهله. والاب والام دول برضو والله العظيم محتاجين علاج نفسي للضغط اللي حصل لهم الفتره اللي فاتت دي. الام ده هتطلع مريضه من الموضوع ده، ربنا يكون في عونها والله العظيم، والعيله كلها. يعني طالعه واحده قريبتهم بتقول يا جماعه ما حدش ينشر صوره الطفل. انا بقول ما حدش ينشر صوره الطفل ولا يقول اسمه كمان، علشان خاطر يبقى الموضوع يتقفل، يبقى ده خد جزاء وخلاص، وما حدش يعرف صوره الطفل دي شكله ايه. وانا اتبسطت جدا لما راح بلبس سبايدر مان عشان ما حدش يشوف وشه، وكان ده اكيد ده نصيحه دكتور نفسي اكيد، علشان ما حدش يعرف الطفل ولا يشوف صورته. وكمان الطفل يقول انا بطل ولازم اواجه ولازم اخد حقي وكلام من ده. وكمان منظر الام وهي بتبكي بعد القضيه بعد المحكمه منظر يقطع القلب والله العظيم. فربنا يا رب يكون معاهم، وربنا يحميهم، وربنا ينتقم منهم اشد انتقام من الناس ديت، وربنا ينتقم من اللي لسه هيتحكم عليهم. نفسنا نشوف مديره المدرسه محبوسه، والله العظيم نفسنا العامله دي تكون واخده لها 15 20 سنه، والمدرسه اللي هي راحت قالت له وتواطئت مع الجاني ومع مديره اداره المدرسه، المدرسه دي لازم تتحاكم هي كمان. طفل زي ده الله العظيم لازم الكل يترعب، اللي هو يقرب لاي طفل. لازم اي حد قذر من دول يترعب اللي هو يقرب لاي طفل من اطفالنا. لازم الحاجه دي تبقى مجرمه جدا، ولازم الناس دي تتعرف. واللي يشوف حد في الشارع بيتحرش بطفل ياكله بسنانه ويكتفه ويسلمه ويتعدم. في حاجات كده لازم يبقى الحكم بتاعها والجزاء بتاعها يبقى قدام الناس عشان يبقى عبره لكل الناس. دي حاجه ما تسكتش عليها في جميع الاديان وجميع الرسالات. ما فيش حاجه اسمها كده تحرش بطفل او تحرش باي حد، فسق وفجور وعصيان والله العظيم. فاحنا طبعا بنشكر القضاء والقاضي المحترم اللي حكم عليه في نفس الجلسه ب 25 سنه، وان شاء الله مش هيخرج منها باذن الله، والاستئناف هيترفض باذن الله، وان شاء الله يموت هناك في سجنه. هو طبعا انهار وراح المستشفى مش مصدق وانا ما حصلش كده، طبعا كل ده كذب في كذب. ان كان انت بتعمل الفاحشه مع طفل يعني مش هتكذب هتكذب، واهلك هيكذبوا معاك عشان خاطر سمعتهم برضه وكلام من ده. وطبعا الله يكون في عونهم هم كمان، لان في منهم كتير معذورين برضه، في منهم كتير انت جبت لهم كارثه وفضحتهم وهم ما لهمش ذنب باي حاجه خالص، وناس محترمين جدا وناس كويسين جدا، ولكن انت جدهم، انت ابوهم، انت عمهم، انت خالهم، انت فضحتهم. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك. بهدلت طفل وخليته، وربنا يستر وان شاء الله ويعدي منها على خير. وبهدلت اب وام هيفضلوا حاسين بالذنب اتجاه ابنهم طول العمر. وبهدلت عيلتك معاك، فضحتهم علشان انت واحد حيوان ماشي ورا. انا ما اعرفش والله، ما انا ما اعرفش والله العظيم انت انسان ازاي. انا ببص لصورتك اصلا نظرتك نظره مش سهله والله العظيم، نظرتك دي نظره حيوان فعلا، نظره مش سهله ابدا، نظره وراها حاجات كتير جدا جدا جدا. فانت انسان قذر، ربنا ينتقم منك انت والعامله والمدرسه والمدير واي حد عرف الموضوع ده وتواطأ معاك، واي حد دافع عنك ربنا ينتقم منهم وتشوفوهم في اعز ما تملكوا. وربنا يا رب يحفظ اولادنا جميعا ويبعد عنهم شياطين الانس والجن يا رب العالمين. ومعلش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.